بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المثال السابع والثامن قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. مصنفين رحمه الله تعالى كتابة القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى كان كيستي وانسلا أهل السنة والجماعة والربيع على جدا وهي في ديتي إرتي ديبي كالناجر يجو أسنس بكا كانت أول تنيت بكا كانت أول تنيت جدتوران كان سلاج الرقا في له السنو إذا كان ديبي إستك الناجر مثالا فرب فارة جيني جرة درسيها الراكيسة إن شاء الله تعالى. لو سيقول لما فاتنا كيستي وان أسيق رجل إلى الله وربي فده مثالي تربفاني في سديتفاني جولا قوله تعالى جش الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كرب جلقنا نوتي كرئيسات إهودا من حبل الوريد حبل وريد ساهئر كرنم تشاتي إهودا جي ربين أسرتي نوتي كرئيسات إهودا هدى حماسا رججو أما قربي كانتيو ونحن أقرب كانتيو قربي ملائكاتين فسر مججو ملائكان كينيا كرنم تشدو هارو كانت إهودا هدها ما سارا جتشوته جنا محرفوني دوبا كنو إسنس أول ثاني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جتشو كان قربي ملائكاتي أول ثاني فأنتم إذا صرفتموها عن ظاهرها جدا ظاهر آية الراقي درسنكا أول تنكا جدني رفن تقوي ثكنا. وقوله ونحن أقرب إليه منكم جامس ربين نوتي أقرب إليه كرئيسات إرده من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم جل إثنير كرسات إهودا جل. أما تتسي قربين نكون قربي ملائكات قربي ملائكات إيغا فسرتني إثنس أول ثليتو وانجلو إيه سنججل وري محرفوني إفتين أهل السنة والجماعة أبو بربادا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم كان لما كيستو قربي ملائكاتين إيغا فسر متي تعويلين الجميرة وانجلوا حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب جدا شيخني ديبيني أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. قربي آية كان لما كيستجروا ملائكاتي دوبا فسروني كلام ظاهرة الراجل شنتان نمتين تليفيجا. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك. قربين كان آية دراني خيستجر هدميجرا وان ملائكات أورتك أجلتون هدم حيث قال سياق مرة برجت سياق مرة برد حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى الرجل
دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين إهن ملائكة لمن إذا إتي والجهار تجسورة كجلتيج سياقة يؤرتن كجلتير قربين قرب ملائكة أورد. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار لأن قيدمات كان السورة واقعة جلتير. والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة حضرا لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا جلتنا ربين رسولته هركي سجد رسولوني كينيا إسان أجيس وهم لا يفرطون إسان إنساني سومونو إنقبابتنو وانا ججمان كيستي بكان قهن جيجو. أما كنجيكا دوبا سياقة كانت نقاجل شاجر ملائكة كثيرت. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون جتون دليلة هذا بينا على أنهم الملائكة إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره جتون إن ديهم كني بوتال مسنجرا قرون تيو أرقود بملئ. وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة هو عين لاستحالة ذلك في حق الله تعالى حق ربي كيست محال جد ربين مكانا إغانا مجر كان كيس قبتهم. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة ما لي في قربي كان ربيني وفي التهر كثيره ونكنا ملائكان اتفدمي ونربينو في التهر كيف ملائكان اتفدمي وانترو فجرا قرآن كيف. الجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله ونربيني وفي التهر كيف أمر ربي تني اتجاهة يجر ملائكون جنود ربي تيجر ورسله إرقمتو سيسات حناف في التركيز. وقد جاءناه هذا التعبير مرادا به الملائكة فقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنا فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون القرآن قراءة من هردفه. أما كان في لم يجدون قراءة جبريل هردفه جبريل كان يرجم ربي قراءة ساجد عليه الصلاة والسلام مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه وفي التركيز قرأناه جد فإذا قرأناه. لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى ربي تهرك سنتول جلت أمر ربي تيوان في جنان. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إبراهيم رارسي يبقى مديم يجلو إبراهيم ترسي قمتشون jechuun ka malaayikaa gammachuudhaan dhufan kanatuyyuu kan isa gammachiisan kanatuyyuu immoo duuba gartanii ka haala isaanitti isatti falmanuun yujaadilunaa fi qawmi luut falammaa dhahaba an ibraahiima arrawcu riffee wagguma ibraahim irraa deemee jedhu wajaa'athu lbushraa duuba gartanii ka gammachuu wagguma itti dhuftee jettuyyuu yujaadilunaa fi qawmi luut yujaadilunaa jedhe jechuudha ammaasitti kuna نستفلم وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله ملائكات فلم ملي ربي فلمنني قروا ملائكان مستفلم كان يربين مو في التيرك سيد أمر ربي يفوان ثاني رسول ربي وان ثاني جيد كانوا معفو إيقا وان هم كيستي يرو قربي ملائكات فسروا كيستي نكون تأويلان في سياقة إلى لني فسروا ظاهر ميسات مليه جتشو ذوبا كنو معرفة في الترك سمو جنان حجج ربي تنديمني كنافي حكما فإذا قرأناه فاتبع قرآنا جلي كان نبي محمد رسول عليه الصلاة والسلام جبريل وكلام العرب الذي نزل القرآن بلغتهم يصح فيه نسبة الفعل إلى الآمر به جتشو لغان عربا كان قرآن إسان بويجره إذا كيست لغيشة كيست نما حاجة جتي فعلي هجتو فعلي هركسوني بكا
فكينيا في بنى الأمير القصر جلن بنى الأمير القصر موتين فوق إجارة لن موتين تكاتو في دخول الركاين بيكم إن جاجي مالي إجارة لن أفانا ربا كيستين بكا جيتشو كنافو كنت تأويلان في جنان جيتشو. المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا وقوله لموسى ولتصنع على عيني. مثال لي سلقفاني في كرنفان والربيعات مؤمتي دوبا قرتنيكا مال فالمني في الأول تنيتو يجودا فالمني آية كان كيست يجو آيان ما جتي تجري بأعيننا آية جتو كان ولتصنع على عيني آية جتو كان لما فانجتو أما سلا تجري بأعيننا إسيني ديمتي سفينتين تيكا كين يرتي ديمتي يجو أني إسينا انتيسا دوبا إسينا نرجع لغة عربات كقرآني تيمبوه كيستي أكنت تفسر مجلسو ولتصنع على عيني جتونيتي إذا كي يرتي أكتي قدتو جتون كوني حفظي كين يرت تيكا كين يرت أكتي قدتو جلسو إذا كان كيستي والرباط لا فالمني جلسو تجري بأعيننا إذا كان كيسدين في جسورة ظاهر ساجدا ولتصنع على عين جسور إذا كي يرتك تقدت في جسورة كان فالمن جسور كل مو مستحيل يجسور فالله لا يحل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه يحل فيه رب قلبي خلقي ساكيسه قبته مخلوق ساكيسه كرب كيف قبته انجره بل هو مستوى على عرشه باين من خلقه ربي عرشي سارت ولتها لخلقي سار أد جسر فلان أضعه في عيني إذا كوكي سنكهود يونا مجد أما كيكاف عربات جسر إبلوم متاكورا كهود يونا مجد مقصودين إذا ساكي سكاية جسر قل فودي متى سار خاية جسر ننسكسا نن إلالا ننتو هدار مليج إن كن سياق ما إلالا نفسروا رمالي دوبا لازما هدا فسرون سري لما تحججتو أصلي نسبتيسو على السنة والجماعة ربي في عينين نسبتيسو أصلي صفتك ربي نسبتيسو حتى لازم صفاتين يرفسرمو تأويلا جرمو يجرقون ومما مقتضى كلام عربياتي إذا كان شيكني مثال سلقفاني في كرنفاني أمو كان جرده فتني تجري بأعيننا ولتصنع على عيننا وأنذر والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته يجب ظاهر ما كلام الرجل حقيقة الرجل لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا ظاهر كلام مالي حقيقة كلام مالسي هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله إجرت بك ديمت في الجسورة أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى وبايج ربي تقول فما جسورة ظاهر كنا أو يقال مون جرم إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها سفينة ديمت حال إج ربي لا يسيسون وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها يجر أكثم تربية موسى اللي يجر إجا ربي رتي كان نقدت تك ربي كان نقدت تا جتورمو إمو تجرد الأنسان ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين إني أولا لا إجا ربي كيف دين بسفينة جتون موسى إجا ربي رتي قدت جتون أكا كانت تفسرون باطلة أنسى لا دوب شكين كبو جالا من باطلة كانت يهبن جتون الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي كلام ما تجوهنا مرتس أكافنا رباتيت والقرآن إنما نزل بلغة العرب قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعين يوجده أن المعنى أنه يسير داخل عينه إذا ساكيس ديما رجلتنا من كان فهم جروح حاربا كيست ولا من قول القائل فلان تخرج على عينه أن تخرجه كان وهو راكب على عينه تخرجين سادا إجا في جرة إجا سيهبته إرابه جدو كان نفهم جروح ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء جدو ورمتقوا وانورا خلفا فضلا عن المقالات ورعاك لقبها تاو يحافو يكنجرا كنافو كن تقفى مقتضار مكلام عربات يو كان كنين جنان الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع جد كن تصم الأرقما داو ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى حق ربي كذا كان فهمون إنسان مجاو نم ربي قدسه لأن الله تعالى مستوٍ على عرشه باين من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ونفى كذا قوة جر ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا رب سبحانه وتعالى مخلوقاتها كيسا قبط مخلوق رب كيسا قبط رب باين خلقه سارة فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني قولي فلما فات انذر كمتى أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلوها جدت سفينة ندمت حال ربي تتشت وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلوه بها وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة منا تجرجلا جدت إلى سنرات إرت جدت تككينيا جدت فإن الله تعالى إذا كان يكلوه بعين لزم من ذلك أن يراه أرجوت الرا لزم ولازم المعنى الصحيح جزء منه لازم المعنى صحيح اسم الراقود صحيح كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام كل التزام اسم كلامه دوبا كنت أويلام في جنان جت ودوبا لازمان يتفسر كان مقتضى مكتابا رباط وككنا المثال 11 قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه مثال كرة الكفارة دوبا إذا كان مهمة يجتر أمس إن جرهم تارنو حديثة كان كيست أمس أول تاني وانجلون أفنجتون حديث القدسي كان كيست حديث القدسي كان كيست في إجا رب سبحانه وتعالى لغة عرباتين كربين دبته أقوم عربني لغة ثانية دبته سنة مود فجت سياقني رسالة لرتك جلسة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به جتون كني إجا ربي تيو أجيتي ساتها أرجع ساتها أجيتي نجوسا أرجع نتين أرجوسا جتون كني أجيتي سات ربيني وان خير أجيتي كان الرا نجاباسا أرجع ساتكم مثلا جتورا ملء ذات وان سنادا جزي وان سنادا لك يتعامل تيجو كافا ربات كان الشيخ رحمه الله تعالى مع الجلال والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث ظاهر ما حديثاك بطنير وأجروه على حقيقته رياتا ولكن ما ظاهر هذا الحديث هل يقال إن ظاهره وأن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله وفي جزء ساتا أجسودا مو أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسجد الولي ووفق في سمعه وبصره كان كيسات قدمه ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله جزء كان نتين أقوكم كان نتين أرقكوني وجين ساج ربي جزء توفيق ربي جين أكسم أموار ربي كيسات أكسو ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام قولين إن أولا ظاهرا متجزء إنكم
inni duuba gartanii ka dhageettiima namticha kanaa ta'uu harkasaa dhageettiisaa ta'uu argaasaa ta'uu sun ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقتضي الكلام لمن تدبر الحديث نمم حديثا انتلاتي كلام اللي كان مبتسس فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين وجه لمان وأن كان راكا أرغس جريش ربي أجيستي ساتا أرغا ساتا إذا كان الرا وأن أرغس جهة لمان جرى الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل جد حتى أحبه وقال لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه جلغنه فأثبت عبدا ومعبودا أما لسا وما يزال عبدي جلمدي قربتش كي يجل قربتش عبدي سبتشيس أكثر معبودا سبتشيس معبود نيسا عبد كنوجرا ومتقربا إليه ومتقربا إليه إهاتا لا في إهاتما يتقرب بي النجر ومحبا ومحبوبا جالتا في جالتما سبتشي سيج وسائلا ومسؤولا كدتا في كدتما ومعطيا ومعطا كنا في كنما في ومستعيذا ومستعاذا به تفما في إسان تفما ومعيذا ومعاذا فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين جد سياق حديثا ما لذلك جلشارا دوبا اثنين متباينين ولما أدكت عن لذلك جلشارا يجد كل واحد منهما غير الآخر فكوني تعلماني كاني متيجد غراغر جلشو لجري عبدي معبود غنو وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر gaafa kana ni dorgama jettu tokko kan keessatti sifata ta'uun aw juz'an min ajzaa'ihi ajzaa sarra juz'ii ta'uun ni dorgama gaafa kana jettu tayyib inno garbicha kun gooftaadha kun majeenfataadha kun immoo itti majeenfatamaadha akkamitti duuba kun dhufee sifata kaanii ta'a jettu خالقنا كمثل صفة مخلوقات فيتا جج الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن وندسيت صفة يوكاني جزء مخلوق كيف ترجمت كان حارمت دران جرت فرت جج ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق تؤون كن فهم مجج نما عقلي كبو همجاه فهمون خالقين أولاد الذي ليس قبله شيء وفي سمعي مخلوقات أون بصر مخلوقات أون بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس يسجد لبون في نماتو الراشون تورتي أن تتصوره يتصور الجرة ويحصر اللسان أن ينطق به الرمل الله جته وأن كان رب الجرة ولو على سبيل الفرض والتقدير ثم اللي تقديران تأه جسمنا ما نسوخنا جدت جسمنا ما كن نفسنا ما كن نسوخنا وأنا كنارة فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث الكرسي كمثل ما مجاه وأنه قد صرف عن هذا الظاهر ظاهر كان ظاهر كان الراجل جتنا كمثل ما مجاب سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وإذا تبين بطلان القول الأول قولنا ولا باطلته قافا إفقال وامتناعه ترجمون تعين القول الثاني وهو قول ثاني مال أن الله تعالى يسدد هذا ولي كان ربه وفق في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا جد وانتني الأقه وانتني أرق وانتني أركان وجدت ميلان تديم هندنوي رب ما جدت إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا فيتم له بذلك كمال الإخلاص جد والاستعانة والمتابعة سأرقم جد
كناني إخلاص نقوت نرجما في أقسم ربي رجع سبر بارو متابعا وهذا غاية التوفيق وهذا ما فسره به السلف وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ لأن كالقل موافق لحقيقته متعين بسياقه وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره ولله الحمد والمنة هارون كربي كنافو صرفي وهنجرون المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة حديث كان موجود حديث دوبك كل لما فاتشين جدت إذا أما إرى في النير صرفيهن كابو وانتي أولا وينجروا ربي سبحانه وتعالى قربي تشكنا لقيتي ساكي ستتوفق جنة وان خيري لقه وان خيري تديمي وان خيري نيتو لملي وانتي ربي لفه جزئي نمسي تشكنا وينجروا وانجروا أمو سلا وري جلتان جيتو غلاتني متصوفا ورزوني ورجالان جيتون إن الموجود شيء واحد جت لا جر جيتون وانت لفرت أرجع ما جرو كن هندنو شيء توكي جمال إني الله له هندنو وحدة الوجود نكت عقيدان ور وحدة الوجود كل موجود هو الله والرجل جيتون وانت أرجع ما جرو كن هند ربي والرجل وريكون ور حمادا أكك آيل إنسان جل وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة جلي هذه عقيدة خبيثة عقيدة خبيثة لكن ما وجني وموجودة وما زالت إنه مجرتي ربنا هاتفسو سياق حديثا كان نرتك جلتو عبدي تدبتمي معبودة تدبتمي عبدي جلي سائلة مسؤولة تدبتمي يوني نكدتنا كناب جلي كن دوبا أكثر شيء متبايني تجري لما كان رسنو كجل سنيد مثال نقول لما فاقون إن كنت حديث القدسي دا صفات ربي كيفتي صفات فعلية تجرى إذا صفات فعلية مشيئة ربي تكن رراتو سبتشيسون أسكيف تجرى إذا كان يي وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب 15 كيف التوزيع وهذا الحديث وغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية لله تعالى حديث نكون أقوم حديث براتيج نصوصا أجلت الرأي مال الرتي أفعال اختياريان كربين يروبر بعد حجته رب سبحانه وتعالى أفعال كان نابتار إتني وصف مجسورة كجلت الجرى دي مكون وأنه سبحانه فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يرو إيجا نكالتي جده من أواد دافي جده أجيب دعوة الداع يا من سنمنا يا أمتي من أواد ديرون نكالتي جده إيجا ربنا ستي جوابون ساقوني أفعال اختياريات يجو وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك صفة مجيئة وقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك إتيانا وقول الرحمن على العرش استوى صفة استواء وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه أما كأكون أخذي لجد جركم صفة أفعال كان اختياريات كربي ربر بعد هجة سنة فقوله في هذا الحديث تقربت منه بالتنهاد وآتيت هرولة جدت من هذا الباب لجدت
بابا كان بابا أفعال اختيارية كناتية توله قروقا مال جنانين إن أول لمو ظاهر مرة أوفنا والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها لكنه ظاهر مسير أوفا جدًا وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل حقيقة معنى سر أوفا كربي ملت من غير تكييف ولا تمثيل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه جلا ربي نهاجو جج فما ساتي نهاجو ضربوت ساتي نهاجو غنا إذا وري قيام أفعال اختيارية ربي راني أرجم جج وري سبتشيسو كنا نسبتشيسا ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواه على الأرش وري كنا سبتشيس ما سبتشيس وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر جد كان يتنرى نقلوا متواترية فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبادي كيف يشاء مع علومه وثم والتهجر قرب جساتي تجتر ما تروه وما أكفيت وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل تكييفا في تمثيل أمالة أفوسارة ما تدروا وهل هذا إلا من كماله كمال سراء مثل ما قلت أن يكون فعالا لما يريد سؤون على الوجه الذي به يليق وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقبال على عبده جد أما حديثا كان كيستي علمائيني قولي كم برات جريت كان جرجلن توله قولين توكو أكو محمد دبستني كان ظاهر الرؤوف أفعال اختيارية الرأي جنة المتعلقة بمشيئة الله التي متى شاء فعلها كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا إذا شاء ويستوي على العرش إذا شاء ويجيء إذا شاء ويأتي إذا شاء كذلك يهرول إذا شاء على الوجه اللائق سبحانه وتعالى جنة ما بكت لي سجدت إن لما فانمو إتأمى قرين جراجرا قرين ما جراجرو وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيت هرولة جتون كنيرا يراد به سرعة قبول الله تعالى لا ربي الراكب كيستني أريفتها توله وإقباله على عبده المتقرب إليه قرب جساتي قرقلو كرساتي كنياتي كان المتوجه بقلبه وجواره كما في قلب كربي تكن قرقلي كان وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل إذا ربي جزاك تشوف كانت يو هجي نمسك هجته رئر كمال ما كبا دوبا إسجر كان يجتون قولني لما فعلا دوبا أمما قربك ربي تريهاتين كن ربي شي إرئيس أريفتاتها تولي ربي شي إرئيس قدتاتها حيه أكنا جدتو وعلل ما ذهب إليه وأنكر سادم كان إن اللل إلا كائب جدتو بأن الله تعالى قال ومن ثاني يمشي جري ربي ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط ومن ثاني يمشي إيجاجر السجر نمي ربي تريها تكوني كربي قهو كم برباد كوني إيجا كربي تنيات كربي تنقو أديم سقفان بل تارة يكون بالمشي أديم سنساء كالسير المساجد كرمسجد أديمون أديم سبب ساتنك ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها وتارة بالركوع والسجود ونحو هذا خجيت ربي ترياتا مكانت يسجد دوبا أديم سقفاني مت يسجد نمني عيسيتم ربي ترياتو لندا يوجيس ربي ذكر يو دوبا إيغا أكسما سروما ففوران عبادة برا هجتشودان ربي سيدي هاتوني دندها كنافوه مال جنة جلن جركون
جركون سياقم في حديثا كان نرتك جل شاجر وهمو مغربي شكر ربي تدياتون كن ربي الرئيس إهوتا اتددفات أجنة أجلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد الردي هو يرو غربي تتاولا كر ربي ساتي على سجود تجرون جرير كمان. بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه كما قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم جلبنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب. قال جدك قرين كن فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله قربتش ربي قال فقلت له جي سارتي وأن من صدق في الإقبال على ربي ربي تقرقلوا كذا تنمني قال انتهي وإن كان بطيئا يجد صوتا لوصم دين جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل جي سارت آلتي في الناس. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه سياق الراكم فهممته. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل الساطير اسم تيجن فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد جلني. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر جلن قودك بجدت إلى الشر قودك إلى الشر وهو أيضا ماثور عن بعض أهل السنة قري أهل السنة راه نكال ميرا ونكون جدت ظاهر حديثا تفسير لما فاكناني قرقلتوني ليس مسوغا لأهل البدع والربدعاتي وثم أكبعدي كانت تدين نجدت وثم أكبعدي كانت تدين يكون مؤمتي والربدعاتي في مسوغا توجدت لكم كن قرينا لالني صرفوا وثم تيفو جدت سياقة ورتك جلتا قروج على مذهب مدرى أمات لكن القول الأول أظهر جلكنه إذا ترم الله تعالى وأسلم وأليق بمذهب السلف ويجاب عن من جعله قرينا نما قول الراف إن جواب من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي والرجل بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر جناني حديث يكون نبافة كمثالات ملي حصري في متي مشيكو فكيف قبابسو في متي. ويكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي جنان لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أدين سرت الأبت يجرسين وسيلات أو من ماهيتها تكا أدين سكنتيو أكيكانو عبادات الرأس يجرس كالطوافلة إن أديم المسن عبادات والسعي والله تعالى أعلم. إذا على كل حال سكن كيستي واي صفات إذا كان تبتشو كيستي أهل العلم قولي لمسو إساني تهالك قولين تقو ظاهر مسارة الإثنى أفعال اختيارية دا وانجدو دا قولي لما فانمو سياكم حديثا كانت يو نك أجلتي حمى قربي شكر ربي تديهاتون ربيني ثواب ساكيستي جزاء ساكيستي الرعريفة في قوتيك النافذ جتشورا سجدو سكنت مو ومن تاني يمشي قرينا كان إلى اللجراني هاتو سلم فاكنا الرموس ما أولا سنتو الرجبادا على كل حال والربدعاتي ونكون كراوه وانبن وينكف جلتو ليس مسوغا لأهل البدع الذين يصرفون ظاهر النصوص من غير قرينة فالسياق يدل على ذلك المعنى. وإن كان الأسلام والألياق بمذهب السلف أن نبقي هذا الحديث على ظاهره كما أبقينا سائر النصوص الرجالان سيجو. المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. أفتمه مثال لي فرصة دفان كنجتون آية سورة ياسين كيف جرفنا إسان هنقره دوبان في إساني خلقوا وان هرككين يهجد سرا أنعاما أجد. أما أنعاما كانت يو
دوبا يدي ربي تين خلق من ججو تولى آدم تيو خلق من ربين آدمين خلق ججو حركة ساتين يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده جلنين وياك يا ما ينام ججو أما إذا كان يوكا مما عملت أيدينا أتت أول تنيت إسني نونجران جتشور رفاني جرين إذا كان يمو سلما ونكون صفة إيجا سنرد أجل سيرا وأنجل راف دي ربكنا شيخني رحمه الله تعالى ظاهرة سارة غرقل جتن إسجل جلالان كان كيستي والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية ظاهر في آية كان مالي حقيقة في مال جنان صرفت عنه كان جتن كني ظاهر آية كان مالي هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنام بيده هركسات خلق يجترى كما خلق آدم بيده مو أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنام كما خلق غيرها أكما وابرا خلق بيلد خلق جزء لم يخلقها بيدي لكن إضافة العمل إلى اليد حركة تركسون والمراد صاحب والا جزء صاحبة التفرم جزء ربي تخلق جزء تول مما عملت أيدينا يرجع ربي في التركسو وأن نتي دلق نراه جزء إذا كلامي عربا كان جزء كلامي عربا أكا كان بما كسبت يداك جلامي معروف في اللغة العربية الذي نزل بها القرآن جلت كن مو بكمال لغة عربة كان قرآن نتم سنرت بكمال أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين إن أولا ظاهر لفظ تمثل قرالما أحدهما أن اللفظ الذي لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به أن اللفظ لا يقتضيه جج لفظي ما تيسهم مرتسين جج ربي حركة هذه خلك لفظي ما كانت مرتسين بمقتضى اللسان العربي يعني مرتس جج ألا ترى إلى قولي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم جلاله وأنا ركيكيسا جراك تنجلا وقولي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقوله ذلك بما قدمت أيديكم جل فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه ومن في الراك جل وما قدمه وان نجت دبرتين وإن عمله بغير يده وتملي إني حرك إسائي سوى براتين وتملي هجته بخلاف ما إذا قال عملته بيدي لأن أدى جل أما كافنا ربات يجتون دوبا صاحب يدي كانت تفدمه أما لم تقوتوا كفره كأي عذب ميجري بدكيست بما كسبت يداك جلمانين وانسان موغرو حركة بيتالا ينجتم نساء يوكان نمتي تكون قلبي ساتين كفر يوكان الربا ساتين كفر حركة كيسا قودان قبدوش غافا كجلم صاحب متنة تفدمه جلتون فإن المراد ما كسبه الإنسان نكونه نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده وثم لغير يدي تنجز بخلاف ما إذا قال عملته بيدي جل قاف حركان دبرفتين أدد كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يكتبون جلاله كان كتاب بريسا وحركساني تنجد أشت يدين ما حقيقات فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد حركان بريت جسورة كجيج غافة بائد عند برفتيرو الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيدي لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما مانجن رسلا سلا كستره كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي جده بيدي بائتنك جسورة بيدي بائتنك إفدي لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية قرآن نواء السود أبو يملي وجامسو في مثل قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهن بين سالتين وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها أقوم وابرا خلقت ولم يخلق بيده لكن إضافة العمل إلى اليد
حركة تركسون كإضافة إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس نفسي ترك فميكا وعدي بالباء باء أنقافة دبر فمن أدى إلى اليد إلى حركة نفسي ترك فميكا باء أن مكر يدي دبر فمه قافة كان فعلا لجيتو فتنبه للفرق قراقر ما جرت دمك جيتو فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلوم يجتر إرى بريدا قصة علمي تيجتر وان جردوا بغتني كأتين أدبها كان دمك تبرون كانك وبه يزول كثير من الإشكالات يجتر كنافو إذا غراغر من جرو فعلي كانت يديتي نهر كفام لا تكتك تولي يديتي نهر كفام ذلك بما قدمت يداك بما قدمت يداك قدمت رأيين فايلة يداك أما قا فعلي يدي سرك فهمت قاف فعلي يدي سرك فهمت صاحب يدي سنة تفدم جلت فبما كسبت أيديكم جد صاحبة تفدم جلت قاف فعلين وفي سيتي يدي سركت قاف مو فعلين كن فعلين كن يدي سركت إيغسي بايدان إذا برفت جت دوبا مباشرة دافتها تجت رقافة حكا كنما للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يكتبون الكتاب بأيديهم جلما أما بائتيو أيدي تسين سيجت فعل السين حي أوفين مفولة كانت دبرفن جت بايدان itti dabarfataa jirti baayidaan itti dabarfatte gaafa baayin itti dabarfatte yadii haqiiqaati jechuudha yadiin sun mufrada taatus musannaa taatus jechuudha mubaasharaadha gaafa kana gaafa immoo fi'liin yadiitti kattee akkuma ammaa ta'e jedhe bimaa qaddamat yadaaka saahiba yadiitti fedhamaadha bimaa kasabat aydiikum saahiba yadiitti jechuudha. المثال الرابع قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم آية كان جدت يد الله فوق أيديهم والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين إذا آية كان كيست إن الذين يبايعونك جري أحديثي سينن إنما يبايعون الله يا إرقم ربي عليه الصلاة والسلام وري أحديثي سينن سني إنما يبايعون الله رب ما في أحديثي نارني إذا كان لابك كان يجي ظاهر آية كني وري حلولي يوتاما جتري وري كني ربي حل في ذات محمد صلى الله عليه وسلم فكان محمد يمد يده والله حال في محمد الناس يبايعون الله أكن جت كن مو باطلة أكنت باطلة هجد شيخني نلبة جج والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين متنفت الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها ظاهر ما يسيك أبتنجت سلفون حقيقة ما وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إرجمار ما مباياتنا كما في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه رب ما أحاديثنا جدتنا من الرفهم كان ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ جديه مجلين دندو لمنافاته لأول الآية الأول نفيا والواقع وهكيانس والنفيا كان جري حديثنا الجمال أبسينني واستحالته في حق الله تعالى حق ربي كيف تأمس موكن مستحيل جدت وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله
ونربين إرجما داف أحاديثينو ربما أحاديثينو تايسيف إساتو إرجما ساتي. وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله سيجلس وفتايس إرجع حديثينو تائر معلف لأنه رسوله المبلغ عنه كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله أقوم إرجمان بلون وفتايس إرجتين بلوت لقوله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله جاء ربين. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده إرجما غرغار وتوكيد هذه المبايعة جبيس وعظمها ورفع شان المبايعين درجاتها والفج ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. أما وفي إضافة مبايعتهم الرسول إلى الله سجرير جمال حديثنا ربنا في السركتون تشريف نبي تجر جدت إذا غرغارو إذا جبيسو مبايعة كان جبيسو مبايعة كان قدسو درجة وراء أهدي كان سين مغلفوچو ما هو ظاهر ومنتدى أن يرتون كان تجر جدت. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم جد وهذه أيضا على ظاهرها لكم وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين قباتان اتتها لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق أيديهم قباتان تجرت يده وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم حركة ثانية والجنين دوبا مباشرة تجتون الراهي لزم جتون. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا درما ما عنا مباينة لنا بعيدة أن نرافق ونرى أدته وجد فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين جتون بباهر كثاني تتهاد لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم ولا يمكن لأحد أن يفهم فهمون مجاه جتون ركادوبا فهمون هم الجاهم أن المراد بقول يد الله فوق أيديهم جتشورا يد النبي صلى الله عليه وسلم حركة يرجما فهمون هم الجاه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ يديهم الجون اللي الجاه لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه تركسه ووصفها بأنها فوق أيديهم جل وصفه ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم قباسان زمت بل كان يبسطها إليهم التدريس جنة يمسك بأيديهم كالمصافي لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم جلت. إذا ولما قال تفسير أهل السنة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله جلت كيسا تأويل جروه ظاهرة الرادة برسون جروه مال الجنان لأنهم يبايعون الله بمبايعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي في أحاديثين روماني ربي أهديشينني جدت مالي في ربي تيس إرجع وانته جناني أما فكينا في أقوم يروكين كناتي بي لما جدت كاتي وفدي وانتجدم وجد وفدي وانتجدم وهي كيسمان بي كان راكا بي برادك كيسمان جركل والأرجولمان بيكون كأني ولي قلن بيكون لمان ولي قلمه بيكون لمان والتأني وجنو جتشورة ولي قلمه جد أمان جرو مالي في دوبا قتني نما بيكنا بكبو ديم سنا وجني ولي قلان بيكنا وجني ولي قلمه رجتشو أكما أفان كينياتو أكس كنافو إرقما ربي عليه الصلاة والسلام أحديثينو فيني ربي أحديثينو تيجتشو مالي في ربي تؤس إرقة جناني ربي تؤس إرقة وانتهيفو إيقما دا أهدين سينمي ربي فيس أهدين سينميرا أمو كان جري كان جتو لكا دوبا شبها وانا الدادي هيسانو واني أكسي فولة ثانيتين روكو تمارا جتو. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعذني يا ربي وكفت جنة نقافة ربي بكا كان جلتون إذا كان رتفي شيخني رحمه الله تعالى حديثا كان كيسد وانجر بريتني بيّنتني جلتورا حديث إفادة حديث إرادة مريض تجتشو كان كيسد
قربتش كي أكفسته جنة قافة فسر قافة كان صرف الكلام عن ظاهره إنسان جدّ مالي جنان رب ما تيو إذا كان دي بسيهمه رب ما تيو دي بسيهمه رب ما تيو دي بسيهمه قربتشكو إبلو تلقصة جنان قافة تشورد جده كنافو مرض تجتشو كيستي هن أكفسة بكا جلو كانت قربتشكو تلقصة جنان دوبا قربتشكو قافة تشورد جنة قافة فسر إن كنت دوبا وصرفين ثاني تأويلا ثاني جدّ إذا كان دوبا تارا شيئين وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره ظاهر سارة قرنجلتين بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم فإن دوبا قرتني كإشانيتين كان كيسات فجي سلنقلان وإنما فسروا بما فسره به المتكلم به كان جر فسرني وممردين دبته ثم فسرا جدت فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك جدت بينه الله تعالى بنفسه وفضى بينته حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله جدت كيستي إفادة جدت قربتش ربي راته تدوب قتني أكفسته لما ربي أكفسته مت واستطعام عبد من عباد الله نيات برباد قربتش ربي راته واستسقاء عبد من عباد الله لقاتي برباد جدت والذي فسره بذلك هو الله المتكلم بربي دبته سنتفسره وهو أعلم بمراده جدت مراد كلام شاسة بك ستفسر فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن ذلك صرفا للكلام عن ظاهره لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء أقوم وأن أصو جلقوم أكجر ربته تيجو وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث لا خجل في جدّ رقادوبا ملي رب سبحانه وتعالى إن كسني ربي نبيلاني غربيتشاتو لكسته غربيتشاتو بيلا بيلو ما غربيتشا لكوبا غربيتشا كناي دوبا غتني كا أكنا جدّ جدّ ربي سبحان الله كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله أكجدّ جدّ إن يميك ربي لك سوجد كرا ربي كذا مصدقة ويجو كم ربي أرضي جريجو وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة يجو إر حجة كما أوفت الرأي لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ملكا صرفا أولا وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون ومضطربون والديقاء واللباء إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في العرب تبين سيرجما تبين واللبي ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله رب الأرجما وصوته كما زعموا لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أكم حديثا كان كيف تكون وبين ربين ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر المحال جدا وثم ظاهر ريسي ذاته كظاهر ريسي كربي ملتجد ردوبا ربي رتي أرقما وصوته لكان في الكتاب قرآن فجيسا كيسة ربين والصفوت أرقم جد
وان رب رسي أرقمون ولك همين نمني يوف قديس يسمى ودنون الرسي فن رب وهذا من أكبر المحال جد ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة جانكا شيكني رحمه الله تعالى مثال الراه كانوا ما نفهاجين لتكون نبراسا لغيرها يجب تنبراتي دونغو إفاهته وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة بكمال وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهر ياتو من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.